لله. النبي صلى الله عليه وسلم له مظاهر كبيرة وكثيرة لا حصر لها في رحمته. فكان صلى الله عليه وسلم له رحمة بالنساء، وأول ما نذكر عن الله برحمته رحمته بالنساء. قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. لو أنت خلفت بنات بس أو بنات مع أولاد، والخصوص في إنجاب البنات، الناس اللي بتزعل إن خلفتها بنات أو بيزعل إن يخلف بنات أكثر من الولاد أو جاله ولد واحد بس، اعلم إن البنات دي لو أحسنت تربيتهن وأحسنت زواجهن وعملت عليهن في الدنيا بما أمر الله ورسوله كن لك حرزا من النار، كن لك حرزا من النار. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لي فيه للمرأة أنها لما أنجبت 3 بنات أن هذا سترا لها من النار. فلذلك رفقا بالبنات ورفقا بالنساء قال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم زوجتك لم تقضي بمعصية ظاهرة أو تقع في جريمة مثل جرائم الزنا أو تراها مثلا في شيء لا ترضاه ولا يرضاه ربك ورسوله، فزوجتك تعاملها معاملة حسنة. واسمع النبي قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج أو أعلى ما في الضلع أعوج ما في الضلع أعلاه. هي مخلوقة من عند الكتف الشمال، الحتة المعوجة، فالخلقة بتاعتها على خلقة الضلع. أي ضلع موجود عندك هتلاقي فيه عوج. الضلع ده لو اتكيت عليه تكسره، ولو سبته يفضل أعوج. فقال: رفقا بالقوارير، تبقى أنت رفقا بيها، ولا تتك أوي فتتكسر، ولا إلا كسرها على ذلك فتظل عوجاء. هذا طبع النساء، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عنصر بسيط جدا